كلنا بنحلم بشعر طويل وكثيف وميكونش بيتساقط خالص ويكون مفهوش فراغات. يبقى جبتلكوا زيت حلو جدا، انا بسميه زيت المعجزه لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات. بجد الزيت ده وانس انك استخدمتيه مش هتبطليه خالص، لازم تستخدميه مره كل اسبوع. من نتيجته الحلوه جدا من اول استعمال ان شاء الله هتلاقي نتيجه ملاحظة جدا، ومع كتر الاستعمال للوصفة دي هتلاقي كل مرة النتيجة بتختلف وبتبقى احسن. لو عايز تعرفي ازاي تعملي الفيديو ده كملي الفيديو الاخر، ومتنسيش اللايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ في وصفة النهاردة. اول حاجة معانا بنجيب كمية كويسة من القرنفل، حوالي معلقة من القرنفل. القرنفل فيه فيتامينات كتيرة قوي زي الصوديوم والبوتاسيوم واوميجا 3، وبيبقى فيه فيتامينات زي سي وكي، بيبقى حلو جدا للشعر. وكمان القرنفل من النوع اللي بيضيع الشيب بتاع الشعر، لو استخدمتيه بيضيع شيب الشعر جدا. كمان بيطول الشعر جدا وبيغذي الشعر وبيديله لمعة حلوة جدا، وبيحل نهائيا مشكلة القشرة اللي بتبقى في الراس. فتقريبا هو يعتبر بيحل مشاكل كتير جدا من مشاكل الشعر. تاني حاجة بناخد معلقة من الروزماري او اكليل الجبل. الروزماري برضو بيقلل جدا من ظهور الشيب بتاع الشعر، وبيمنع التلف بتاع الشعر، يعني بيعالج الشعر المتقصف التالف المتضرر من اشعة الشمس او من المكوى والاستشوار. وكمان بيتخلص من قشرة الراس، وهو بيساعد في تحفيز نمو الشعر جدا، فبيطول وبيكثف الشعر، وكمان بيمنع تساقط الشعر نهائيا. فهو حلو جدا لكل تقريبا برضو مشاكل الشعر. القرنفل مع الروزماري حلوين جدا. وبعد كده بناخد حوالي برطمان او نص برطمان من زيت الزيتون. زيت الزيتون البكر الاصلي، تتأكدي ان انتي جايباه من ماركة نظيفة، جايباه من مكان موثوق فيه، عشان في عطارين كتير قوي في اماكن كتيرة جدا بتغش الزيوت دي وبتحط فيها زيوت فورمالين، وبتحط فيها حاجات مضرة مش بتدي مفايدة للشعر. بناخد الزيت الزيتون ده وبعد كده بنحط عليه شوية نقط من زيت الجزر. برضو تأكدي ان انتي جايبة من مكان نظيف. زيت بذور الجزر او زيت الجزر ده بيعالج الفطريات اللي في الشعر وبيعالج البكتيريا، فبالتالي لو عندك قشرة، لو عندك حكة في شعرك بيعالجها نهائيا. بجد بيبقى حلو جدا للشعر، وكمان مضاد للالتهابات بتاعة الشعر. فأول حاجة وأكتر حاجة أساسية في الشعر بتاعنا وهو فروة الراس، هو الأساس للتطويل والتكثيف. فلو احنا فروة راسنا نظيفة، مفيهاش قشرة، مفيهاش حكة، مفيهاش التهابات، مفيهاش أي حاجة، يبقى بالتالي شعرنا هيطول بشكل صحي. فزيت الجزر حلو جدا إن هو بيعمل كل الحاجات دي، أو بيهيئ شعرك إن شعرك يستقبل أي زيت أو أي حاجة مفيدة انت هتحطيها على شعرك. المهم نحط شوية نقط على زيت الزيتون، وبعد كده بنحط باقي المكونات بتاعتنا اللي هو القرنفل والروزماري، وبنقلب كويس زي ما انتوا شايفين كده، وبنقفل الغطا. وممكن نحطه في اي مكان يكون ضلمة، دولاب مثلا، دولاب المطبخ، اي مكان يكون ضلمة. بنسيبه لمدة 24 ساعة وبعد كده بنرجع نستخدمه تاني. بتستخدميه على شعرك ازاي؟ طبعا من غير ما تصفي زيت ولا الكلام ده خالص. بتاخدي الزيت على اطراف صوابعك وبتقومي بالتدليك على فروة الراس لمدة من 2 ل5 دقايق. تدليك مستمر كده لفروة الراس وانتي بتغرقي فروة راسك بالزيت، ومع التدليك كويس قوي. وبعد كده بتكملي الزيت على اطراف شعرك عشان يعالج التلف والهيشان والتقصف، وبيرطب الشعر جدا وبيفرده. فبتفضلي تعملي كده في فروة راسك وفي الاطراف. وبعد كده بتغطي شعرك باي كيس بلاستيك وتستني ساعتين فقط. وبعد كده بتغسلي شعرك كويس قوي مرتين بالشامبو، وتستخدمي حمام كريم، وتعملي الروتين بتاع شعرك عادي جدا. هتلاقي شعرك اترطب جدا وبقى ناعم كده وسهل التسريح، وعالج التشابك اللي في الشعر. وبعد كده مع الاستمرارية على الوصفة دي هتلاقي من مرة ومرتين التساقط بدأ يقل جدا. هتلاقي الشعر طبعا بيطول، بيبدأ يملى الفراغات، بدأ يطلع لك بيبي هير. هتلاقي النتيجة واحدة واحدة. اهم حاجة انك تستخدميها باستمرار مرة في الأسبوع لمدة ساعتين، هتلاقي نتيجة إن شاء الله مع أول شهر. جربي الوصفة دي وبجد هتنبهري جدا من النتيجة. استمري عليها أهم حاجة، وهتلاقي النتيجة اللي انت عايزاها واللي أنا بقولك عليها. تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وبحبكم جدا ومع السلامة.